عليكم ورحمة الله. معنا النهاردة تسريبات 6/8/2024 مسابقة معادلة مساعد مادة. أتمنى قبل ما نبدأ في الأسئلة تعملوا لايك وشير للفيديو ويعملوا اشتراك في القناة عشان يجيلكم كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. نبدأ على طول كده في التربية. أول حاجة طبعا النظريات مهمة، وقلنا قبل كده النظريات مهمة، مش معنى إن واحد مجالوش نظريات يبقى كده النظريات مش بتيجي في الامتحان. النظريات مهمة. نظرية الجشتالت مهمة برضو، وعندك مراحل إريكسون دي جت كتير، ومراحل النمو عند بياجي برضو بتيجي. مراحل إريكسون هي بتتكون من 8 مراحل، عشان برضو لو سألك فيها مراحل النمو عند إريكسون 8 مراحل. وجي فيها السؤال اللي هو المبادئة مقابل الشعور بالذنب في أي مرحلة، اللي هي من سن 4 ل6 سنوات. الطفولة المتأخرة من سن 9 ل12، وفي كلام إن هي من 9 ل11. الغدة النخامية، هو بيسأل عن الغدد بتفرز هرمونية، وفي نفس الوقت بيسأل عن موقعها في الجسم. الغدة النخامية موقعها تحت سطح المخ. الغدة الدرقية في العنق أمام القصبة الهوائية. طبعا هنا العلماء بقى ونظريتهم يقول لك تبع إيه، زي بافلوف تبع النظرية السلوكية، سوروندايك صاحب قانون الأثر، أوزبل تبع النظرية المعرفية، بافلوف تبع النظرية السلوكية، إريكسون تبع النظرية الاجتماعية. طب هنا في سؤال جه لحد من زمايلنا، اللي هو المعلم ادى الطالب نسبة، دي بقى يبقى مقياس ولا تقييم؟ طبعا مقياس. لو جالك سؤال بقى يقول لك اللي هو وقائي، بيكون وقائي، هل هو إرشاد نفسي ولا علاج نفسي؟ طبعا إرشاد نفسي. وده على فكرة أنا نزلت الفرق ما بينهم في الملف بتاع امبارح، وهتلاقوه موجود في الجروب عشان بيجي عنه أسئلة كتير. وبرضه جه أسئلة عن الأنا والهو والأنا الأعلى، جه عنهم أسئلة جت امبارح والنهاردة. الحصيلة اللغوية للطفل أنا نسيت أكتبها بسبب الوقت، فبعتها لكم في الجروب. طبعا الوسيط والنظريات وعدد الزكاة دي جت، وأنا ما حبيتش أكتبها لأنها موجودة في الملازم يعني. نخش على تخصص دراسات. مين اللي قضى على الخلافة الفاطمية؟ صلاح الدين الأيوبي. بدأت الليبرالية في مصر إمتى؟ كانت في تجربة ليبرالية بين 1924 ل 1936. هو لو جالك في الاختيارات، أنا شفت في الاختيارات مكتوب بعد دستور 1923 ولا 1952، فطبعا هتبقى بعد الدستور 1923. سؤال عن هضبة تايلاند، ده أنا ملحقتش أتأكد من السؤال ده. جبال شمال العراق تشغل ربع مساحتها. ثورة 2019 كانت ضد سياسة مرسي، وطبعا هنا الصيغة مش مفهومة، يعني هو عايز إيه من السؤال بالظبط. لكن سؤال زي ده هيبقى سهل بالنسبة لنا، يعني إحنا حاجة دي عصرناه وشفناه. البحر الأسود بيفصل بين مين ومين؟ هو هنا الدول اللي بتطل على البحر الأسود تركيا وروسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا وجورجيا. في مضيق البسفور بيفصل بين البحر الأسود وبحر إيجا. نهر أورنج اللي هو موجود في جنوب إفريقيا بيصب في المحيط الأطلنطي. سؤال عن سرعة دوران الأرض 1600 كيلومتر في الساعة عند خط الاستواء. كان في سؤال بقى اللي هو بيقول لك متى دخل القرامطة مصر؟ انا لما بحثت عنها دي اقرب تاريخ انا وصلت له، لكن انا مش متاكد منه، اللي هو 974. جبال الألب بتفصل بين ايه وايه؟ انا طبعا ما وصلتش لحاجه الا السؤال ده، اللي هو جبال الألب بيفصل بين البحر المتوسط وبحر الشمال، لكن دي الاجابه اللي انا وصلت لها. الأودية في السعودية، أنا طبعا أنا شرحت دولة السعودية وموجودة على القناة الفيديو بتاعها، شرحت الجبال والأودية بالتفصيل يعني. فطبعا كان في وادي الرمة ووادي عرعر ووادي الباطن، لكن اتفرجوا على الفيديو بتاع السعودية هيفيدكم جدا. الحركات القلبية أنا جاوبتها في الملف اللي فات، اللي هي في الزمن الثالث، الجبال اتكونت في الزمن الثالث. مطالب عرابي، السؤال ده اتكرر كتير، انا مش عارف الاختيارات كانت ايه بالظبط، لكن هي المفروض تبقى سياسية وعسكرية. نابليون لم يستطع ارسال امدادات للحملة في مصر لما سافرت فرنسا بسبب ايه؟ طبعا بسبب حصار الانجليز لشواطئ مصر. جبل بيفصل بين الكونغو ونهر النيل، نهر الكونغو ونهر النيل، جبل الحديد. دي الإجابة اللي أنا وصلت لها بحثت عنها. جاب أسئلة عن الدولة البيزنطية، فطبعا ذاكروا الدولة البيزنطية هتلاقوها موجودة في تاريخ أولى ثانوي تقريبا، وقروا عنها وعرفوا معلومات عنها. المماليك استطاعوا الوصول للحكم في عصر العثمانيين في مصر
طبعا حركة علي بيك الكبير لما حاول ينفصل عن الدولة العثمانية وينفرد بحكم مصر. مساحة البرازيل من مساحة أمريكا الجنوبية هي 48 من مساحة القارة. من الصخور الفتاتية، الإجابة اللي أنا وصلت لها الصخور الرسوبية. مصادر الطاقة بتيجي من الصخور، طبعا أنا حاولت أبحث عنها لقيتها الصخور النارية، ولكن برضو مش متأكد منها. حرب ال30 عام كانت بين الكاثوليك والبروتستانت، كانت في أوروبا، وهي كانت حرب دينية وانتهت بمعاهدة مونستر. طب في سؤال تاني بقى، لو جالي قال لي أطول حرب في التاريخ بين إنجلترا وفرنسا، ودي استمرت 116 سنة. عدد جزر القمر 4 جزر. مين اللي أقام مقياس النيل عند جزيرة الروضة؟ طبعا وهنا في إجابتين. أنا يعني شفت إجابة في منهج سنة 6 حد بعتها لي، والإجابة التانية دي موجودة على جوجل، فأنا مش عارف أنهي صح في الاتنين. هل الوليد بن عبد الملك ولا الخليفة العباسي المتوكل على الله عام 861؟ فأنا كتبت الإجابتين، وهو أكيد يعني مش هيجيب دول في الاختيارات، فهو ممكن يجيب واحد منهم يعني. العلاقة بين الدولة الفاطمية والعباسيين، طبعا الدولة الفاطمية دي كانت من الدول المستقلة عن الخلافة العباسية. وجاب أسئلة عن البحر الميت، فطبعا ما كان مش موجود صيغة للسؤال، لكن طلع من الامتحان قال جاب سؤال عن البحر الميت. سؤال عن الأسرة المؤسسة للصين، ده ما وصلتش لإجابته. العصر الجيولوجي لوجود الإنسان، يعني بداية ظهور الإنسان، أنا وصلت للعصر البليستوسين، ودي مش متأكد منها بصراحة. جزر لدولة مجاورة لليابان، طبعا صيغة السؤال مش واضحة بالنسبة لي، لكن أنا جبت جزر اليابان اللي هي هوكايدو وهونشو. جبال المغرب طبعا ما كانش فيه صيغة للسؤال، فأنا كتبت جبال أطلس. الإمبراطور الروماني الذي ارتد عن المسيحية نيرون. تاريخ انقسام روما 385. مين اللي تم نفيه إلى جزيرة سيشيل ساعة لزغلول؟ مين اللي حكم لمعاوية بن أبي سفيان في خلافه مع آل البيت؟ طبعا اللي كان بيمثل في التحكيمين معاوية كان بيمثله عمرو بن العاص، وعلي بن أبي طالب كان بيمثله أبو موسى الأشعري. بحيرة قارون عذبة ولا مالحة؟ هي كانت في البداية عذبة لما كانت متصلة بنهر النيل، ولكن لما انفصلت عن نهر النيل اتحولت إلى مياه مالحة بفعل مياه الصرف. السؤال ده برضو ما وصلتش لإجابته، اللي هو من الذي أمر بردم بئر عمر بن الخطاب؟ السؤال اللي بعديه، من الذي قضى على الدولة الأيوبية؟ طبعا شجرة الدر بالتعاون مع المماليك. من السبب في اتجاه أنظار فرنسا لاحتلال مصر؟ إنجلترا. جه سؤال عن بحر الرمال العظيم وهضبة أثيوبيا، طبعا ما فيش صيغة للسؤال. والحدود بين فلسطين ولبنان، ما فيش صيغة للسؤال. بعد انتهاء حكم المماليك تم احتكار طبقة ايه؟ بصراحة ما عرفتش أوصل لإجابة السؤال ده. دولة عمان، جاب أسئلة عن دولة عمان وأنا شرحت دولة عمان وموجودة. الجبال والسهول موجودة على القناة الفيديو بتاعها. محمد علي جاب أسئلة عن محمد علي. محمد علي جاب عنه أسئلة كتير، فذاكروا منهج تالتة إعدادي كويس، وتاريخ تالتة ثانوي. وطبعا منهج أولى ثانوي مهم برضه، يعني ذاكروه. جه سؤال عن عمرو بن عبد العزيز، طبعا مش فاكرين السؤال. وأنهار في آسيا. نيجي للمعلومات العامة. مشروع القرطاز فين؟ كان في العين السخنة. ودي حاجات متكررة تاني. صندوق تحيا مصر سنة 2014. عاصمة الساعة 2010 كانت الإسكندرية، وناخد بالنا إنه في 2023 كانت الدوحة، و2024 مدينة صور في عمان، و2014 كانت مدينة أربيل في العراق. ودي من الأسئلة اللي أنا بقى اتفاجئت بيها، اللي هو مريض سكر أخد محلول جلوكوز، وإحنا مالنا إحنا بالحاجات دي يعني، بس مش عارف جاي لنا في المعلومات العامة. مريض سكر أخد مع محلول جلوكوز، المفروض ده بيأثر عليه، طبعا يأثر على الأنسولين والبنكرياس. مريض فشل كبد وخد محلول ملح، المفروض ده يؤدي إلى فشل كبد. وطبعا الدكاترة يأكدوا لنا الكلام ده يعني عشان ما نبقاش بنهبد وخلاص. العربي، طبعا العربي كان جايب أسئلة عن الهمزات طبعا، وألف الوصل واللا النافية والناهية والمفعول المطلق. دي ذاكروها من الفيديوهات على اليوتيوب. جمع كبرى، طبعا جمع كبرى أنا نسيت أكتبها، كبر أو كبريات. الإنجليزي كان جايب مضارع مستمر، والأزمنة يجيب لك كلمة يقول لك الكلمة دي موجودة في زمن إيه. دي تسريبات النهاردة.
وهي مش كتير يعني زي تسريبات امبارح.